كلمات على كل مسلم أن يربي نفسه تربية إسلامية نقية، وأن يجتهد في تربية أهل بيته من أولاد وإخوة وغير ذلك، لأن ذلك هو الطريق والسبيل إلى نجاة الجميع من النار وإلى صلاح المجتمع في هذه الدنيا. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والسائل يسأل عن هذه اللفظة كونها في القرون المفضلة. لا شك أن هذا يدل على حرصه وحرص الكثير بحمد الله على تحري ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله في القرون المفضلة، وقد أمرنا بذلك. وإنما حل البلاء بالكثير عندما أعرضوا عن هذا النهج المبارك الذي كان عليه أهل القرون المفضلة وتلقفوا من الأمم الأخرى. هل من توجيه حيال ضرورة تقصي ما كان عليه سلف الأمة؟ الجواب: من المعلوم أن الحكمة من خلق الجن والإنس هو عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل الذين أرسلهم الله والكتب التي أنزلت على هؤلاء الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن عقيدتهم واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآية. فمن المعلوم أن الله أوصى جميع الرسل بعبادة الله وحده لا شريك له. وعلى السائل أن ينظر إلى نفسه وأن يحرص على أن تكون العقيدة الواقعة في قلبه والأعمال المنبثقة من قلبه والأقوال المنبثقة من لسانه والأعمال المنبثقة من جوارحه، كل هذه تكون مطابقة لمراد الله جل وعلا، وبالله التوفيق.